بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. بالحقيقة شهر شعبان شهر رحمة مبشر به ولادة الأئمة الأطهار، وهو أبا الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وزين العابدين وبالفضل العباس عليهم السلام جميعا، وعلي الأئمة الباقين. الحقيقة الإنسان يحترم بيت النبوة يتوفق، وهذا رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرسلناهم رحمة، يقول للحبيب المصطفى إنا أرسلناك رحمة للعالمين. فلهذا كل العراقيين والدول الإسلامية هذا الأيام تفرح بهاي الولادة الميمونة لأئمة الأطهار، وشهر شعبان حتى اللي يصوم به مستحب هم يحصل خير. فبالحقيقة احنا استقبلنا وسوينا ولادات للأئمة هاي قبل 5 اليوم أخيرهم. فالحمد لله نسوي لأجدادنا مأدبة كبيرة ونعزم الناس ونودي للفقراء والبيوت الناس اللي ما عندها إمكانية والأيتام بالحقيقة. وهاي نعمة علينا جميعا كعراق، ونهني حكومتنا الموقرة وشعبنا العراقي العزيز في هذه المناسبات العزيزة. وتسألني عن وضع العشائر العراقية بعد، احنا خاصة بالبصر تقريبا سيطرنا على الأوضاع بالسلم والعدل، يعني ومن أيام سيد دولة وزير الخارجية والرئيس وزير الداخلية دزع الشيوخ بقضاء الزبير وبينة وكوم مديرية جديدة غرب البصرة. وهم الرجل رح يستقبلني وقال مشكور سيد على عملكم الخير في خدمة العشائر. قلت له لا ننام بعض الأحيان للوحدة لثنتين ننام، وإن شاء الله قلت نبشرك والحمد لله رب. وإحنا مضيفنا دائما تصير النزاعات نجمعهم الطرفين هنا نسوي لهم أكيد أو نستقبلهم وغيرها ونصالحهم يتواوسون يمشون. فإحنا نحمد الله ونشكر على هذا رئيس الوزراء الطيب الشريف المحترم، ما قاعد لا ليل ونهار للأعمار والطرق بغداد والطرق البصرة وجميع المحافظات والماء والمجاري وغيرها. هذا رئيس الوزراء ما صار عندنا، ونتمنى لكم البقاء ونتمنى له الصحة. يعني برأيك انه اول شخص هيك يشتغل؟ والله اول شخص هاي بالليل خلى دوامين ليلي ونهاري. شفته هذا شكره. احنا خوص صديق الساده مظلومين على البطاط، عندنا ارض من الغبيشير قرمت عليه كلها خذاها النفط، وكان ذاك المسودن صدام موقف يقول العامل بيها راح الى نجي علي المجيد وفلش بيوت الساده 1000 بالمصب وبخيط الحج وبعلوي تفلش به، ولا خطونا دينار ولا قطعة أرض. ما رجعت لكم سنة؟ ورحت للسودان من أيام ما لقيته وسوينا طلب حطيناه بالمكتب ماله، ولحد الآن ما رد لنا شيء، بس نتأمل منه ينظر بالموضوع مالنا. الحمد لله والشكر. هذا المضيف والحسينية نسوي مأدبة الإفطار وتجي الناس الضيوف، وهم نطلب الفقير والمحتاج يجي يتفطر يمنا 30 يوما. وعندنا ليالي كبرى بليلة القدر ليلة 19 وليلة 21 و 23 نعزم عدد كبير وقرايات حسينية وغيرها. وأيام العادية بالإفطار نخلي مأدبة كبيرة وتجي الناس المضيف السادة البطال، أنا وأخوي سيد عبد العزيز وأولادي وابن اخوي وسيد شريف، وانا يعني حاضرين لخدمه كل فقير وخدمه المحتاج وكل من متضايق احنا قدامه. والنعم منك سيد، موفقين ان شاء الله. ان شاء الله موفقين.